اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلت النهاردة متأخر خالص، فنزلت لقيت سلفتي بقى بتعمل فيه ده في الغدا. تمام، لقيتها بتعمل لقيتها غسل ذكر البط كده الجميل ده وحطاه على النار، وكمان محضره الصلصة بتاعة المحشي. تمام، ده كده الفيديو من اوله، الاكل اللي احنا حطيناه في الاخر عشان نتغدى بيه. تعالوا بقى نشوف هنا. ذكر البط المحترم ده في الحلة حطاه كده يتشوح، حط عليه بصل وطماطم وقرن فلفل وتوم ورق لوري فلفل اسمر، وكمان حط ملح كزبرة ناشفة، وسايباه كده في الحلة لغاية ما يتشوح كويس جدا. وطبعا وشايفين اللون بتاعه ابتدى ان هو يغير. وحاطه هنا صلصه الطماطم من غير اي حاجه وقربت اهي تتسبك، وكانت حاطه هنا في الطاسه حوالي نص كيلو من البصل ده بيخلي المحشي مسكر وجميل. تمام. البصل معايا هنا اتشوح ودبل معايا، هننزل عليه في التسبيكه بتاعتنا اللي تحت الطماطم. تمام كده. هنحط فلفل اسمر، وهنحط كمون، وهنحط ملح، وهنحط كزبره ناشفه. تمام. وعايزه اقول لكم كمان اللي احنا حطينا مكعب من المرقه. هنا كان دكر البط معانا استوى، شايفين الشوربه بتاعته، عايزه اقول لكم كان سمين جدا. تمام. الشوربه دي هنستعملها في الاخر على المحشي. غسلنا الرز وحطيناه على الصلصه بتاعتنا، وكمان خضره المحشي. طبعا خضره المحشي كلنا عارفينها، شبت وبقدونس وكزبره. تمام. قطعناها كده ونزلنا عليه على الرز. خلاص خلصنا كده، جهزنا خلطة المحشي. تعالى نشوف الحلة اللي هنرص فيها. هنحط ورق عنب وهنرص كمان كرنب. حطينا هنا في الحلة دي زي في الحلة دي طماطم ورق لوري وفلفل حامي وكزبرة ناشفة وملح وكمون. تمام. هنجيب بقى ورق العنب عشان خاطر نلف. ورق العنب سهل جدا. تمام. بنخلي الحته الخشنه هي اللي من جوه والناعمه هي اللي من بره، وبنلف كده على ايدينا. مش عارفه تلف على ايديكي، هتعملي الطريقه دي وتحطي الرز في النص وهتلفي على صينيه وانت حطاها كده على الرخامه. تمام. عشان انا بستخف كده بصراحه، ان انا بلف على ايدي احسن ما الف على صينيه. سهل جدا. تعالوا بقى الورق الكرنب برضو اسهل منه مفيش. اهو بنحطه كده في النص وبنلف على طول. اهم حاجة ما تخليش رز على ورق العنب او ورق الكرنب من بره، عشان ده هيعجن معاكي في الحلة. تمام. طبعا مش هلف وانا واقفة، قعدنا كده واستربعنا ولفينا حلة المحشي وحلة الكرنب. تمام. جبنا هنا حلة محشي ورق العنب، حطيت مكعب مرقة، وهجيب بقى الشوربة من فوق كده عشان هي بشيل الوش لان الوش سمين جدا، هزود بيه المحشي. زي بقى ما عملنا في ورق الكرنب الورق العنب ده، عملنا برضو في حلة ورق الكرنب. تمام. جبنا برضو مكعب مرقة وزودناها شوربة. اول ما بيتشرب المية دي بنهدي عليه ونسيبه يستوي. كان خلاص الاكل معايا استوى اهو. ده ورق العنب والشوربه والمخلل، وكمان كنا طلعنا اللحمه وحطيناها كده جوه الشوايه عشان خاطر تتحمر. تمام. شايفين الشوربه جميل جدا. وده ورق الكرنب، بس كان فيه ورقتين خاص كده عملناهم على الوش. كانت ماما حماتي بقى جايبه حوالي 2 كيلو من الخيار الصغير ده، فقلنا نخليله برضو معاكم. جبت من برطمان وفيه ميه عاديه خالص من الحنفيه. معايا هنا 5 معالق من العصفر. هحط معلقه وربع من الملح عليهم. ده كده حطيت الملح عليهم. معلقه كبيره مليانه من السكر، بس هنا المقطع التليفون قطع ما كانش بيصور. عليهم معلقه كبيره من السكر، عليهم ربع معلقه صغيره من الكمون، عليهم 5 فصوص من الثوم، وحطينا العصفر وهنقلب كويس جدا عشان خاطر الملح ده يدوب في الميه. تمام. اول ما دوبنا كل الحاجات دي يبقى معلقه وربع من الملح، معلقه كبيره من السكر، وكمان حطيت خل، بس كل ده ما تصورش. معلقه كبيره من الخل وربع معلقه كمون والعصف. هننزل كده بالخيار، واول ما نتاكد ان الخيار كده كبسنا البرطمان كويس جدا من الخيار، نقفل عليه وهنقلب البرطمان من تحت الفول عشان العصفر وكل الحاجات اللي احنا حطيناها تتغلغل كده في البرطمان. ويكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنسيش تحط لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، ومع السلامه.